هلا والله 19 سنة مستوعبين هذا العمر وهذه السنوات، من طبيب لطبيب، من مستشفى لمستشفى، من مكان لمكان، من دولة لدولة. طيب ليش هذا التعب كله؟ عشان بس تصير أم، عشان ظنى، عشان ذرية. كل الأطباء أجمعوا على إنك أنت عقيم، مستحيل مستحيل يصير حمل. سارة زوجة إبراهيم عليه السلام فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. مستحيل يعني مستحيل، بس أنت تتعامل مع الله، ما في حاجة اسمها مستحيل. المهم تقول مر علي مقطع عن يوم الجمعة وساعة يوم الجمعة من بعد العصر للمغرب. تقول صليت العصر وأنا على سجادتي. عشان كذا ترى لما تنشر مقطع فيه فائدة، مو شرط لإبراهيم، لا أي أحد، في فائدة انشره، أنت ترى مأجور. ويكون هذا الشخص اللي وصل له المقطع بينه وبين الراحة والعلاج والشفاء والتيسير والتوفيق أحيانا كلمة بس يقولها، أحيانا دعوة بس، أنت تكون سبب في تفريج همه. تقول وافرش السجادة وقول يا رب يا رب، بدون كلمات باللغة العربية ولا تنميق عبارات ولا دفتر ولا كتاب ولا ورقة، من الخاطر من القلب. يا رب إنك تعلم قالوا لي كذا وكذا 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 وأنا أحتاج كذا وكذا وكذا. تقول والله بعد هذه الساعة شهر بالضبط لا احتجت مستشفى ولا طبيب ولا أي أحد، بالضبط واروح أحلل أنت حامل. تقول وأنا أكلمك الحين والله رزقني الحمد لله باثنين. الطبيب يوقف ترى عند نقطة معينة، لما أن الله يقول كن فيكون وتنتهي هذه كلها. عشان كذا ساعة الجمعة الرسول عليه الصلاة والسلام وعد اللي ما ينطق عن الهوى، اللي ينقل عن الله، قال فيها ساعة ما في واحد يقول فيها يا رب إلا أعطاها الله إياه، من بعد العصر للمغرب. حتى لو مو لازم تفرش السجادة وتقول يا رب وترفع يدك، حتى وانت ماشي في النادي، في السيارة، وانت تتمشى مع أهلك في أي مكان، كذا حرك لسانك بس داخلك يا رب اشفيني، يا رب انك تعلم انا صار لي كذا وكذا وكذا، يا رب يا رب يا رب. تقفلت الابواب في وجهي الا بابك يا رب. والله يتقبل مننا ومنكم صالح الاعمال. ما في واحد يروح لله وينخذل. ونقطة على السطر.